الفرق بين الخلافات الصحية والخلافات المدمرة. الخلافات الطبيعية يا جماعة شيء عادي جدا في العلاقات، مفيش علاقة من غير خلافات، لكن أوقات بتكون الخلافات دي صحية للعلاقة وأوقات بتكون بتدمر العلاقة. طيب خلينا كده نشوف الفرق ببساطة. ايه هي صفات الخلافات الصحية اللي هي الخلافات البناءة؟ هي بتكون خلاف زي أي خلاف طبيعي، لكن هدفه إن أنا أحل المشكلة، مش بس مين اللي عايز يفوز في النقاش ومين اللي أحسن ومين اللي رأيه صح. لأ، أنا عايز أحل وعايز أثبت إن وجهة النظر إحنا الاتنين ماشية في نفس الاتجاه، لكن في اختلاف فيها، فإحنا عايزين نشوف إيه الوسط ونحله. فبالتالي بنركز على المشكلة من غير ما نفتح مشاكل قديمة أو نشخصن الأمور. مثلا بيكون في احترام متبادل وإحنا بنتناقش أو إحنا بنختلف، بحيث إن كل واحد يعبر عن وجهة نظره مختلفة، لكن من غير ما يجرح التاني أو يقول أي كلام وحش يعلم في نفسيته. إن إحنا نسمع بعض استماع فعال. يعني إيه؟ يعني نسمع وجهات نظر بعض ونفهمها كويس، ومش بس بنبقى عايزين ندافع عن نفسنا ونقول الرد بتاعنا أو وجهة نظرنا إحنا. كمان بيبقى هدفنا إن إحنا نوصل لحل وسط، بيكون في رغبة حقيقية من الاتنين مشتركة إننا نحل وإننا نوصل لحل وسط علشان نستمر في العلاقة بتاعتنا وما نهدش الدنيا. من الآخر إننا بنكون متقبلين الخلاف لكن عايزين نكمل مع بعض. في حين إن الخلافات بقى المدمرة أو الخلافات السامة بيكون فيها أنماط سلوكية مش كويسة، بتأذي طرف من الطرفين بشكل كبير. طيب إيه هي صفاتها الأساسية؟ بيكون في شخصية النزاع. يعني إيه شخصية النزاع؟ بيكون في هجوم على شريك الحياة، بيكون في زعيق كتير من غير أي معنى، بيكون في كلام جارح من غير ما يكون ليه هدف في النقاش وفي الخلاف، نقد بقى، لوم، اتهام، كلام من ده. طيب بيكون في كمان إساءة نفسية وأوقات بتكون جسدية، بيكون في تنمر، في تهديد، في إكراه، وأوقات كمان بيكون في عنف جسدي. بيكون في تدمير ذاتي. يعني إيه تدمير ذاتي؟ من كتر الخلاف وإن إحنا مش قادرين نتفق ومش عايزين نوصل لحل وسط وكل واحد متمسك برأيه وقافل عليه، بيحصل مشاكل نفسية ومشاكل جسدية، وبيبقى فيه كده وقوع للشغف في الحياة، والناس بتبقى مش قادرة، ما عندهاش طاقة ان هي اصلا تكمل الحياة دي وتكمل العلاقة. والصفة الأساسية طبعا ان احنا ما بنوصلش الحل، بنتخانق وبنختلف من غير ما نوصل لأي حل، فالمشاكل بالتالي بتتكرر وبنفس الحدة وبنفس الأسلوب من غير ما نصلح أي حاجة. الخلاصة إن العلاقات الصحية مش خالية من الخلافات، لكن بيكون هدفها الإصلاح. أما العلاقات المدمرة هي اللي بيكون فيها خلافات مش بتحترم الطرف الآخر، ومش بيكون فيها تعاطف ولا بيكون فيها حلول، هدفها بس هو الهجوم، وإن احنا نطلع بدور الضحية أو دور المنتصر.